الرحمن الرحيم. مبروك لمنتخب مصر، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ونقدر نعمل حاجات أكتر من كده. وربنا يفرحنا دايما ويفرح الشعب المصري. الكرة دايما بتفرحنا، وخصوصا إن احنا متجمعين في منتخب مصر. إن شاء الله نكلم صديقنا التونسي. يا تونسي معايا؟ اه يا كابتن. ده كده بقى إن شاء الله يبقى الفيديو على اليوتيوب، تمام؟ ناخد براحتنا في التحليل شوية. تمام ماشي. بس أنا هرن على فكري. ماشي يا كابتن. ايه يا روح؟ يا فكري، ايه يا كابتن؟ يلا بقى نتكلم هنا بقى، ناخد راحتنا بقى في شوية في التحليل، عشان ده إن شاء الله يترفع على اليوتيوب. معانا يا تونسي كده؟ معاك يا كابتن. طيب، منتخب مصر يعني بدأ بداية في الشوط الأول في ماتش نيوزيلندا ما كانتش يعني البداية كويسة، ويعتبر كان في قلق من الجمهور بالنسبة للبداية دي والماتش، واللعيبة كنت حاسس منهم في خجل شوية، دخل فينا جون. يعني أنت إيه رأيك وقرايتك المباراة إيه؟ هو فعلا هو بس مش خجل، هو ثقة كانت زيادة شوية بعد ماتش بلجيكا. انت عارف طبيعة اللاعب المصري في كل حتة اما بيحس ان هو عمل ماتش كويس او حاجة كويسة، بيجي الماتش اللي بعديه بيريح شوية. بس هو كلعيبه قدرت ترجع الماتش بسرعه من خلال الشوط الثاني من خلال الكابتن حسام حسن. نيجي بقى للماتش نفسه، واحنا لازم نبص لقدام يا كابتن. احنا عملنا نتيجه كويسه مع نيوزيلندا باشا توتي، بس خلي بالك الرجوع ما جاش الا بتغيير طريقه اللعب. ايوه دي حقيقه. يعني هو بقى يعتبر كانت بدايه كانت خطا ولا ايه يا فكري؟ هو عشان بدا بنفس اسلوب بلجيكا. طب بلجيكا كانت بتهاجمك، نيوزيلندا ما كانتش بتهاجمك. لا وبعدين بلجيكا كانت بتهاجمك بطريقه معينه. طب هل هي مثلا عشان مثلا طريقه لعب نيوزيلندا مختلفه تماما عن طريقه لعب بلجيكا؟ خالص. ايوه طبعا. ايوه طبعا. بص، هو عشان بلجيكا بتعتمد اكتر حاجه على الاطراف، على ديكو الراجل بتاع ارسنال الناحيه الثانيه. الاستحواذ اسمه ايه فكري؟ تروسار. كان الاعتماد كله على الاطراف. انت كنت قافل الاطراف بسبب في ماتش بلجيكا بسبب زيكو وامام عاشور، كانوا احسن اثنين لعيبه من احسن اللعيبه في ماتش بلجيكا. في الماتش ده هو الفرقه بتعتمد على الكره العاليه والكره الثانيه، وعندهم اثنين لعيبه رقم 10 ورقم 11 بيعرفوا يستلموا من الانتيريور بتاعهم. خلي بالك دي اصعب طريقه لعب اللي قابلها، بالذات اللي هو كمنتخب مصر. يعني انت تقابل فرقه كويسه بتلعب كوره، وما تقابلش فرقه بتلعب بالاسلوب ده. بس هو هم طب ده ما يسهلكش يا فكر ان انت تقدر تمسك كرة عليهم اكتر يعني؟ ما احنا لان هم دلوقتي بيلعبوا الكرة العاليه، فبالتالي هو مش مستحوذ على الكرة كتير يعني. هو بيستحوذ اصلا. هو كل كرة بيستلمها من الجون او من خط الدفاع، بيلعب الكرة الطويله. الكرة العاليه. الكرة العاليه عشان المحطه اللي جاي وهم يعني مميزين فيها. بس ويستغلوا بقى اي اخطاء، اي فاهم غلطه في الدفاع. الدفاع عندنا في الشوط الاولاني كان مرتبك شويه، وكان في كام غلطه كده. خلي بالك يا فكري، احنا مسكنا كوره بس السبب برضه هم البدني عندهم، هم وقعوا خالص. يعني هم لو بصيت انت مثلا نيوزيلندا، يعني نيوزيلندا وقعت في اخر ربع ساعه، وقعت بدنيا خالص. انت كنت بتعمل، كنت ممكن تجيب الرابع والخامس عادي خالص. طب ما تاخدهاش مثلا ان طريقه اللعب، مثلا الكابتن حسام جه في الشوط الثاني غير طريقه اللعب والتغييرات اللي نزلت. احنا نتفق على كده من اول الشوط، اللي هو غير طريقه اللعب، دخل امام عاشور من نص الملعب، وادى مرموش هاف ليفت، خلى محمد هاني يطير، وزيكو في فيرويد وبيضغط على المساكين، فزود الطريقه الهجوميه شويه، صح كده؟ صح كده. خلي بالك انت، امام عاشور ما كانش طرف في الشوط الثاني، امام عاشور كان لا نص الملعب. فده فرق معانا في الكوره يعني يعتبر رجع بقى مكانه الطبيعي. وصلاح فري هو بيلعب. خلي بالك حسام حسن فاجئ مدرب نيوزيلندا في الشوط الثاني. هو احنا اتفاجئنا كلنا يا فكري. لا من ساعه يا فاروق ما جاب الجول، هو قال لك منتخب مصر ده مش هيجيب الجول لو قعد 3 ايام بالطريقه دي. انا ما اتوقعش تغيير اسلوب اللعب ومراكز اللعيبه، اللي انت غيرت 180 درجه من يعني مع اشتغلت بره، بس غيرت مراكز في الملعب وطريقه اللعب اتغيرت بسبب المراكز دي. بيرد الله. انا يمكن ال 120 مليون كلهم قالوا زيكو يطلع الشوط الثاني، هو الوحيد اللي كان عنده ثقه فيه وخلاه كمل معاه، وثقته فيه خلت الواد نجح. انا شايف ان زيكو ده اختراع الكابتن حسام حسن.
دي حقيقه، لان ما فيش حد كان متوقع ان زيكو، او في حد كان بيطالب ان زيكو يروح المنتخب يعني. انا كنت خلاص رايح الساحل، وكابتن حسام قال لي تعالى انت جاي كاس عالم، انت فاهم يا كابتن؟ يعني دي مفاجاه. بيقولوا مش طريقه. هو حسام حسن حتى قال لزيكو، قال له مش صدفه انا متابعك من زمان. بس خلي بالك هي دي الطريقه الوحيده اللي تناسب زيكو. اللي هي ايه فكري بقى؟ ايه الطريقه ايه؟ طريقه لعب حسام حسن. هو يعتبر زيكو كان بيلعب شويه، حتى لما كان بيلعب طرف كان بيخش مهاجم تاني. يعني حتى في ماتش بلجيكا مش ثابت في مكان يعني. مش ثابت، كان مديله حريه شويه. هو مهتم بيدافع في الناحيه اليمين لما كان بيدافع مع محمد هاني، بس المهند شيك كان بيرمي عليه، كان مديله حريه شويه اللي هو بيخش في العمق كتير. مش شايف ان في ميزه مثلا في زيكو اللي هي مثلا عنده حته زي بن شرقي كده، مع اختلاف طريقه اللعب، ان مثلا ممكن يقدر يلعب بره الصندوق وجوه الصندوق؟ لا، ما بقول لك مهاجم وهمي، هو مش هيلعب مهاجم صريح، هو يقدر يلعب مهاجم وهمي. لازم ينزل تحت ويستلم ويتحرك، انما مش هينفع يبقى ايه اللي هو 9 التركه الثابت. يتحط في بند اللعيب جوكر ان يقدر يلعب في كذا مكان. يقدر يلعب مثلا هاف، يلعب تحت راس الحربه، ممكن يلعب صندوق. خلي بالك ممكن يلعب صانع العاب، كورته كويسه، يقدر يستلم في نص الملعب. لا دي بتبقى صلاح شويه. بس انا شايف ان صانع العاب دي صعبه شويه فكري، عشان صلاح هو مهاري برضه، هو عنده مميزات. احنا بنتكلم عامه، انا ما بتكلمش على المنتخب. انا فاهم يعني هو مثلا ممكن يقدر يلعب هاف، يلعب في الصندوق، يلعب تحت راس الحربه ماشي. انا شايف كده. وبعدين بيلعب برجليه كويس، بدماغه كويس، يعني هو مش اول جول يجيبه بدماغه. فيعني فاهم اللي هو عنده امكانيات كويسه برضه. هو اكبر ميزه عنده يا كابتن ان حسام حسن اللي هو الرجوله، الواد بيضغط في كل حته، غير مرموش الشوط الاولاني. مرموش ما كانش بيضغط على حد، مرموش كان عايز حد الناس تلعب له وهو يجري بالكوره كعادته يعني. يعني انت شايف مثلا ان هو زيكو عنده الحافز ونفسه يعمل حاجه وكده، فبالتالي بيبذل مجهود مضاعف فعلا. دي حقيقه. خلي بالك انت لو تفتكر برضو حسام حسن كان جاي